السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الخير ومساء الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو ده. النهارده يا جماعة عندنا مشوار مع أدول في جهة رسمية. النهارده اتفقت أنا وأدول هنتقابل مع بعض في القنصلية، وده للأسباب التالية. لما هوصل يا جماعة القنصلية هبقى ارجع لكم تاني عشان صوت الدوشة هنا، ونحكي مع بعض ايه اللي هيتم. طبعا يا جماعه انا وصلت المنطقه اللي هي فيها القنصليه زي ما انتم شايفين. هو المفروض ان انا هتقابل مع أدول، بس طبعا هنا شمس قوي فانا قلت له هستناك جوه، فالمفروض ان احنا هنتقابل مع بعض داخل القنصليه يعني. للاسباب يا جماعه المفروض ان انا هعمل بقى دردشه معاكم شويه لحد ما نوصل لحد القنصليه. احنا عايزين نقدم على الجنسية المصرية لنينج. فطبعا تعالوا بقى نمشي ونحكي. طبعا انا مش عارفة ايه الاوراق المطلوبة وايه الحاجات اللي هي لازم نقدمها والكلام ده كله. فاحنا النهاردة بقى جايين نشوف. احنا طبعا واخدين معانا اوراق وربنا يسهل ما تكونش في حاجة ناقصة من الاوراق اللي جايبينها. طبعا جايبين عقد الجواز واوراق بتاعتها كشهاده الميلاد مثلا والبطاقه الشخصيه، يعني جايبين الاوراق اللي هي تبقى مطلوبه ان شاء الله. فيا رب يسهل بس كده وما يكونش في حاجه ناقصه فنضطر ان احنا نرجع مره تانية. فخليكم بقى معانا يا جماعه النهارده. خدوا بقى جوله في المكان الجميل دوت. طبعا هنا نزلت على الشارع. طبعا ركبت المواصلات، نزلت على الشارع عشان ادخل المنطقة. الشارع ده كله جميعه كله حاجات تجارية يا جماعة، يعني شركات، حاجات حكومية، مؤسسات حكومية. فطبعا عشان ادخل جوه لازم اركب موتوسيكل من على الشارع. فبصراحة انا بخاف اركب الحاجات اللي زي كده، فاخدها ماشي احسن لي، يعني بقيمتي احسن. المكان طبعا زي ما انتم شايفين حلو قوي، جميل. طبعا هضطر انزل لان في ناس موجودين. طبعا كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. رمضان قرب خلاص. المكان حلو قوي. خلاص يا جماعه، هفتح معاكم تاني بقى لما نوصل لجوه، بالرغم ان انتوا والله بتسلوني في الطريق، يعني الواحد بيفضل يرغي كده الطريق طويل، لسه قدامنا طويل قوي. طبعا يا جماعه يعني السبب ان احنا عايزين نعمل الجنسيه لنينج ده اسباب معينه. أدول يا جماعه يمكن في الايام اللي جايه ديت هيشتغل في السفاره التايلانديه، يعني هو جاي له شغل في السفاره التايلانديه اللي موجوده في مصر. تبقى اسمها ايه يا جماعه؟ دبلوماسي. ف طالما هو هيقعد في مصر، بصوا يا جماعه، السبب ان احنا عايزين نعمل الجنسيه المصريه لنينج ان أدول جاي له شغل تبع وزاره الخارجيه، جاي له شغل في السفاره التايلانديه في مصر. بيبقى اسمها ايه؟ دبلوماسي يا جماعه تقريبا كده. ف بما انه هيقعد في مصر، هو طبعا بالنسبه له مفيش مشكله ان هو قاعد في مصر، لان هو اصلا معاه الجنسيه المصريه، فيقعد في مصر عادي بدون اقامه. يعني حتى بالرغم ان هو هيبقى شغال بس هيبقى بدون اقامه، مفيش مشكله بالنسبه له لان هو رايح بلده. اما بالنسبه لنينج فهي هتبقى لازم ليها اقامه. فطبعا عشان نعمل لها الاقامه في مصر هتبقى اقامه على الزوج، لان هو مثلا شغال هناك فالاقامه بتاعتها على الزوج. يعني المهم هتبقى فيه يعني دربكه جامده بقى وحاجات كده. فبدل ما يفضل كل ساعه والتانيه يعمل اوراق ومعرفش ايه والكلام ده كله، فاحسن له ان هو يعمل لها الجنسيه.
فطبعا احنا جايين النهارده بما ان ادول طبعا مش ساكن جنبي، فاحنا اتفقنا النهارده ان هو وانا ونين نيجي نتقابل مع بعض هنا. طبعا القنصليه تبعد عن الشارع، طبعا ده شارع كبير زي ما انتم شايفين، بس هنا مفيش مواصلات. فانا قلت بقى ايه، اخدها مشي والواحد يعمل رياضه في نفس الوقت ونحكي بقى مع بعض. فربنا يسهل يا جماعه. طبعا هو ادول بالنسبه للشغل دوت ادول رافض تماما، مش راضي، بس ده مستقبله. انا طبعا برضو مش من، يعني انا مش عايزه برضو ان هو يشتغل بعيد ويسافر، كفايه انا متغربه. اي نعم هو هيروح بلده، بس بالنسبه لي انا هيبقى يعني الغربه مش غربه بلد، الغربه غربه عن الاهل كمان. يعني مش يعني انت ممكن تكوني في مصر وتكوني متغربه، بالرغم ان انت موجوده في مصر وبلدك، بس ممكن تكوني انت قاعده في الجيزه وتسافري طنطا لاسباب معينه، اتجوزتي حد من هناك معرفش ايه، فتبقي برضو متغربه. فالغربه غربه اهل يا جماعه، مش بس غربه وطن. ف انا ما كنتش نفسي بجد ابني يتغرب، بس لو ده في مصلحه ليه اكيد هضطر ان انا وبعدين هو رايح لاهله، يعني انا اهلي موجودين في مصر، فهو اكيد رايح لاهله، هيبقى وسط اهله برضو، واكيد انتوا مش هتسيبوه. ف طبعا هو ادول رافض الموضوع دوت. ادول مرتبط ببابا جدا جدا جدا، فمش عايز يمشي ويسيبه في الحاله اللي هو فيها. بيقول لي فلنفترض انه حصل له حاجه لا قدر الله، هبقى انا بعيد، فانا مش عايز كده يعني. وقال لي كلام تاني بس انا طبعا مش عايزه اقوله، ان هو يعني لا قدر الله لا قدر الله لو حصل لبابا حاجه لازم يكون قدام عينيه. فهو رافض فكرة. طبعا اكيد الاعمار بيد الله، انا ممكن انا اموت الاول. الناس يا جماعه بيبقى مش بالمرض، والله الموت لا بالمرض ولا بالسن ولا باي حاجه. يعني اديكوا شايفين اللي بيحصل في الدنيا، الناس نايمين في سلامه الله، وفجاه ايه اللي حصل؟ فربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويسترها على الجميع. فهو مش راضي يعني، فاحنا بنحاول بصراحه نقنعه. انا النهارده خليته يجي نعمل الاجراءات بالعافيه، قلت له ده مستقبلك يا حبيبي واحنا موجودين واخواتك موجودين نسد بدالك. فربنا يسهل يا جماعه النهارده ونخلص الاجراءات ديت على خير. عايزين نعمل الاوراق بتاعت نين عشان طبعا تمشي معاه، تسافر معاه، واكيد انتوا هتستقبلوهم هناك احسن استقبال، وهتبقوا يعني بدالي. واهلي طبعا اكيد، يعني انا اهلي موجودين هناك. بصوا انا مشيت قد ايه يا جماعه، بصوا الشارع قد ايه، لسه كمان ده كده ممكن نص المسافه بس. خلاص يا جماعه كده لما نوصل هناك وادول ونلاقي ادول يعني وزوجته، هبقى ارجع لكم مره تانيه. يا جماعه المنطقه ديت كلها منطقه القنصليه زي ما انتم شايفين. طبعا مش هو ده المبنى، هو في طبعا كذا مبنى، مش هو ده المبنى اللي احنا هنروح عنده. بس ادخل بس في المكان اللي احنا اتفقنا انا وادول ان احنا نقابل بعض فيه. عايزه رايكم يا جماعه برضو في التعليقات بالنسبه لشغل ادول في السفاره في مصر. هل هيكون برضو يعني هيكون حاجه مفيده بالنسبه له؟ طبعا هو شغل ادول هنا، بصوا هو ادول بصراحه ربنا مش نافع يشتغل هنا خالص بسبب، ده كان سبب الاهم ان باباه عايز يبعده عننا باي طريقه. ادول مرتبط بباباه جامد قوي، ومرتبط بالمشاكل بتاعه البيت بشكل لدرجه ان هو ممكن ينسى نفسه عشان احنا، عشان باباه، عشان اخواته. فده اللي خلى باباه يصمم ان هو يبعد وان هو يتجوز ويقعد بعيد عننا عشان يعيش حياته شويه كشاب كسنه، مش هيفضل شايل الهم كانه متجوز وعنده عيال. ف ادول ساب كذا شغلانه يا جماعه بسبب الموضوع بتاع المشاكل بتاعتنا وبتاعت باباه. يجي بابا مثلا يتعب الفجر ولا اي حاجه فيجري معايا نروح على المستشفى طبعا قبل ما نعمل اجراءات دخول الى اخره. فتبص تلاقي خدنا وقت طويل. خلاص كده وصلنا يا جماعه المبنى. ف
طبعا يفضل قاعد في المستشفى مع باباه وما يروحش الشغل اليوم ده، ياخد انذار، ياخد لفت نظر، يزعقوا له في الشغل. كذا شغلانه يا جماعه يسيبها بسبب الموضوع دوت. هدخل يا جماعه الاول، يا رب بس الاقي ادول بسرعه. هدخل يا جماعه وبعدين اكلمكم بقى من جوه. ده المكان يا جماعه من جوه زي ما انتم شايفين، واسع جدا. طبعا انا اختصرت الطريق يا جماعه، يعني ما رضيتش امشي من بره عشان الشمس، فدخلت امشي من جوه لحد ما اوصل للمبنى التاني اللي هو الخاص بالمكان اللي احنا رايحينه النهارده يعني. طبعا انا المفروض ان انا اقابل ادول هنا، هو وزوجته. انا بتصل عليه لكن للاسف ما بيردش، تقريبا بقى في الطريق او اي حاجه، مفيش شبكه او اي حاجه، مش عارفه. فبجد يا جماعه قولوا لي رايكم في التعليقات. بجد انا مش عايزه ادول يمشي، يعني انا عايزاه يبقى قاعد معانا برضو. والله واخد بحسي قوي قوي قوي، يمكن اكتر حد بيعوضني وجوده. يعني لما بيبقى موجود ما ببقاش حاسه باي مشكله، يعني ببقى حاسه ان هو يحل لي اي حاجه، يعني اي مشكله، بس هو برضو لازم يعيش حياته. بس يعني بصوا، يعني هتلاقوني بقول بس كتير، يعني الموضوع ليه زوايا كتير قوي. يعني عارفين اللي عين في الجنه وعين في النار، هو كده. انا نفسي يعيش حياته ونفسي يبعد عن المشاكل، بس ده وضع هو اتحط فيه. فمش اي حد بيتحط في وضع لازم هو مش عايز يهرب بنفسه، لكن بابا هو اللي مصر ان هو يبعده. هو قال هو خلاص خد حقه كتير وتعب كتير معانا، فلازم هو يبعد. كفايه لحد كده. ادول ساب اكتر من شغلانه، اكتر من شغل. كل ما يمسك شغل في ايده يسيبه بسبب الموضوع دوت، ان هو يروح معانا فكذا مره يبقى في الشغل اتصل عليه فيسيب شغله ويمشي على طول حتى من غير ما يستأذن، وساعات يستأذن. فبرضه يعني في مشاكل يا جماعه. فالشغلانه دي جات له طبعا، اكيد هي مركز حلو جدا جدا. هي بعيده عن الشهاده بتاعته تماما، لكن بالنسبه لان هو بيعرف كذا لغه، فاحسن حاجه ان هو يشتغل في القنصليه او يشتغل في مجال الدبلوماسي والحاجات ديت. ده احسن مجال بالنسبه له لانه هو عارف كذا لغه. ف مش عارفه بجد الموضوع ده يرسى على ايه يا جماعه، بس خليه يجرب. كل حاجه في الدنيا لازم تجرب. والله جرب، انا قلت له جرب سنه سنتين وشوف هيكون نظام ايه. وبعدين ده فيها ترقيات وفيها حاجات حلوه قوي، كمان فيها عائد مادي برضو كويس، مش بطال. ف خلينا بقى نستنى. انا مش عارفه ادول المفترض ان هو يقعد لي هنا. هتصل بيه يا جماعه وارجع لكم مره ثانيه. هدخل جوه كمان اسال على التفاصيل والاوراق المطلوبه واخد الابلكيشن اللي انا عاملاه. طبعا المكان يا جماعه زحمه قوي. لازم تاخدي رقم، طالما حتى هتسالي اي سؤال لازم تاخدي رقم وتستني دورك، ولما دورك يجي بيقابلك حد مسؤول بتتكلمي معاه. يا جماعه بصوا ان رقم كام، لازم بقى استنى لحد ما يجي دوري ويندهولي والاقي حد مسؤول يتكلم معايا. طبعا يا جماعه انا لسه مستنيه ادول، ما جاش لحد دلوقتي، بجد صعب قوي. هطلع بره بقى اتصل عليه. انا طبعا دخلت اخدت رقم، استنيت دوري، اتقابلت مع حد مسؤول وكلمت معاه في الموضوع ان عايزه مرات ابني هي تايلانديه وعايزين نديها الجنسيه المصريه. طب هنعمل ايه في الورق، وايه الورق المطلوب، وايه الشروط المطلوبه تتوفر فيها علشان تتقبل. فطبعا لقيت ان في اوراق عندنا ناقصه وفي شروط مش يعني مش جايه معاها، يعني مش منطبقه عليها. معلش يا جماعه انا بغلط في الكلام ساعات، بفضل يعني بتبقى كلمه معينه لو انا ما استعملتهاش كتير بنساها. الله يكون في عوني يا جماعه، يدوني له عذر. سنين طويله وانا بعد كلام ما بقولوش خالص فالواحد بينساه. طبعا انا مستنيه ادول بجد، حتى المكان اللي قلت له نستنى فيه، فهنزل تحت اشوف اي حاجه اشربها لحد ما، وبعدين اتصل عليه يعني اشوفه وصل لحد فين.
المهم احكي لكم بقى نتيجه المقابله ايه اللي حصل فيها. سالتهم يا جماعه الاوراق المطلوبه، طبعا هو عقد الجواز اهم حاجه، والاوراق بقى الشخصيه بتاعتها والحاجات اللي تثبت شخصيتها، بس في شرط معين مش هينفع ما ينطبقش عليها يعني، فمش هينفع ناخد الجنسيه دلوقتي. وهو الشرط يا جماعه ان هي لازم يكون مضى على الزواج بتاعهم سنتين، لازم يكون مضى على الزواج سنتين، يعني عقد الجواز لازم التاريخ بتاعه يكون من سنتين فاتوا، فطبعا مش هينفع نقدم على الجنسية دلوقتي. فحتى لو أدون نزل مصر واشتغل هناك لازم هي تاخد جنسية، يعني يتعمل لها إقامة سوري مش جنسية، يتعمل لها إقامة لمدة سنتين لحد ما عقد الجواز يبقى قدم بقاله سنتين مثلا على جوازهم، فيبتدي ان هي تقدم على الجنسيه. ومن الشروط الجنسيه في مصر بصراحه سهله قوي قوي، مش زي في تايلاند خالص، يعني في مصر اسهل بكتير قوي. اول حاجه هي اللي تطلب، اللي تقدم ورقه تطلب فيها الجنسيه وجوزها يمضي عليها، وتقدم الاوراق اللي تثبت ان هي متزوجه من مصري، لان القانون المصري بيدي حقوق للزوجه الاجنبيه المتزوجه من مصري ان هي تقدم على الجنسيه بعد مضي سنتين من الزواج. فما يشترطش خالص ان هي تكون قاعده في مصر، يعني انا سالته هل لازم تكون قاعده في مصر سنتين متواصلتين علشان تقدم على الجنسيه؟ قال لا ده مش شرط خالص، المهم يكون عقد الجواز بقاله سنتين، يكونوا متجوزين لمده سنتين. بس يا جماعه هدخل هجيب حاجه من 7-Eleven اشربها لحسن مش قادره بصراحه، الموضوع كله انا على دماغي، انا رايحه جايه من بدري، ادخل اشرب حاجه وبعدين اتصل على أدول اشوف وصل لحد فين وارجع لكم تاني نرغي مع بعض شويه كده. يا جماعه خلصت وخارجه دلوقتي، احكي لكم اللي حصل لي بس ما حدش يتريق عليا، واللي حصل له الموقف ده يا جماعه اكتبوا لي في التعليقات. اظن ده بيحصل كتير، يعني بيحصل في احداث العائلات مش انا بس، يعني ما حدش يتريق عليا. هنخرج بره يا جماعه واحكي لكم اللي حصل لي. اخرج الاول، انا مش عارفه هو الباب الصحيح دوت، لان هنا في كذا باب، مش عارفه هو كده الخروج الصحيح، المكان قدام هشوف. خليكم معايا بقى واحكي لكم الهنا اللي انا فيه. بصوا بقى يا جماعه احكي لكم الموقف اللي حصل. طبعا انا اول امبارح كنت متصله، يعني متفقين مع أدول، اتصلت معاه كنا متفقين مع بعض ان احنا هنستنى النهارده، هو هياخد اجازه من الشغل وهو وزوجته يعني مرات ابني، ونتقابل مع بعض هنا بحيث نعمل الموضوع اللي انا قلت لكم عليه. طبعا انا جيت من بدري استنيته في المكان ما لقيتهوش، دخلت جوه ما لقيتهوش، طبعا بتصل عليه ما بيردش، وحصل زي ما انتم شفتوا كل دوت. في النهايه يا جماعه طبعا بساله فين وفين عقبال ما رد عليا. طبعا وقت البريك هو رد، بسبب هطلع يا جماعه الكوبري وارجع لكم مره تانية. كان المفروض ان احنا هنتقابل مع بعض، انا بتصل عليه فين وفين عقبال ما رد. ايه يا أدول انت فين؟ كل ده انت فين؟ قال لي انا في الشغل. قلت له ايه ده في الشغل ازاي يعني؟ قال لي في الشغل النهارده الاثنين انا في الشغل. اعتذر يا جماعه عن صوت السيارات. فطبعا استغربت، قلت له احنا مش متفقين النهارده ان احنا هنتقابل مع بعض عشان كذا كذا كذا؟ قال لي احنا متفقين على يوم الثلاث مش الاثنين، النهارده الاثنين. طبعا يا جماعه انا عقلي فوت والله، كل ده انا مفكره ان النهارده الاتفاق على النهارده، مفكره ان النهارده هو الثلاث، ما اعرفش خالص ان النهارده الاثنين. يوم وقع مني انا مش عارفه وقع ازاي. فطبعا الغلط عندي انا، لاني انا اللي فكرت ان النهارده خلاص يوم الثلاث والنهارده يوم الاثنين، فطبعا ما استفدتش اي حاجه. وعامه على كل حال انا رحمته من مشوار حلو قوي، كان هيجي والله مشوار صعب جدا جدا، مشوار بعيد عن بيتي بكثير قوي قوي قوي، يعني بركب كذا مواصله لحد ما اوصل لحد هنا. عامه انا رحمته من المشوار دوت علشان لو كان جه ما كانش هينجز اي شيء، لان زي ما قلت لكم اللي حصل ان لازم تكون مره على جوازهم سنتين، ما ينفعش يعمل دلوقتي. هو كل الشروط متطابقه معانا الا شرط ان هو يمر على الزواج سنتين، هو ده اللي لسه. ف
كويس ان هو ما جاش. على كل حال انا رحمته من المشوار هو ومرات ابني يعني، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. مين يا جماعه اللي مر عليه حصلت له الموضوع ده؟ بصوا هو حصلت معايا كتير ان انا صحي الولاد يوم اجازه، اصحى من النوم واجري ادخل جوه، يبقى اجازه وقومي يا كم بسرعه، قومي يا بسمله بسرعه، قومي يا مبشر المدرسه، عدى ميعاد المدرسه حبيبي الساعه 8، المدرسه فاتت عليكم، الباص زمانه جه ومشي. يا مامي حرام عليكي بقى سيبينا النهارده اجازه، هو احنا نصحى بدري يوم المدرسه ونصحى بدري كمان يوم الاجازه؟ ارحمينا بقى. دي حصلت معايا كذا مره ان انا صحيهم يوم الاجازه وافكر المدرسه ويقولوا لي ده اجازه، فدي حصلت معايا كتير. اما بقى ان انا ادي لحد ميعاد في يوم واروح يوم تاني مختلف وافضل اقعد استنى ولا، وانا زعلانه من ادول قوي. يمكن انا مش عايزه ابين لكم بقى وانا بصور ازاي يلطعني كل الوقت دوت، المفروض اجي الاقيه وانا متضايقه وفي الاخر اطلع انا اللي غلطانه. فاكرين يا جماعه اغنيه انغام اللي هي بتاعت في الركن البعيد الهادي؟ هو نفس كده بالظبط كنت انا. اللي مر بنفس الموضوع ده يا جماعه يكتب لي بالتعليقات. بس هروح بقى انا كده عند المحطه اهي، شايفين المحطه اللي تحت المظله دي؟ هروح بقى استنى العربيه واركب، ومش قادره حتى اتنفس والله صوتي خلاص مش قادره اتنفس. بس يا جماعه بكده يكون خلص الفيديو النهارده. دعواتكم لينا يا جماعه، متشكره قوي قوي كل حد بيدخل يدعمنا بتعليق حلو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.